أول لحظة الفيلم بيقولك الأسطورة دي مختلفة. مان اوف ستيل مش مجرد فيلم عن بطل خارق لابس بدلة زرقاء وبيرفرف بوشاح أحمر. لأ، ده عن راجل غريب جاي من كوكب تاني بيحاول يفهم هو مين وليه اتولد في عالم مش عالم. زاك سنايدر خد القصة اللي كلنا عارفينها، قصة سوبرمان، وقدمها كأنها ملحمة خرافية عن الأمل، الوحدة، والقوة اللي جوه كل واحد فينا. الفيلم بيفتح على مشهد أسطوري، كريبتون، كوكب متطور جدا لكن على وشك الانهيار. العلماء بيكتشفوا إن نواة الكوكب خلاص بتنهار والموت جاي لا محالة. وهنا بيظهر جور إل راسل كرو، والد كال إل، الراجل اللي عارف إن النهاية قربت بس مش هيسيب ابنه يموت. جور إل وزوجته لارا بياخدوا قرار مجنون، هيبعتوا ابنهم الرضيع في كبسولة فضائية على كوكب بعيد، الأرض. الطفل ده مش طفل عادي، ده أول مولود طبيعي من آلاف السنين في كريبتون، في زمن الناس كلها بتتولد بالتعديل الجيني. بمعنى تاني، كال إل اتولد حر. في نفس اللحظة الجنرال زود مايكل شانون بيعمل انقلاب عسكري. زود شايف ان الحكومة خربت الكوكب وانه لازم يبدأ نظام جديد يضمن بقاء الجنس الكريبتونية، بس جور إل بيرفض فكرته، فبيتحولوا لأعداء وسط فوضى الكوكب المنهار. جور إل بيلحق يحط ابنه في الكبسولة قبل ما زود يوصل له ويبعته على الأرض. الكبسولة بتتحرك وسط الفضاء والكوكب بينفجر. في آخر لحظة بنسمع لارا وهي بتبص للسماء، هو هينجو يا جور، هو هيعيش، الكوكب انتهى لكن الأمل بدأ دلوقتي. بننتقل لسنين بعد كده، طفل كريبتوني بقى راجل اسمه كلارك كينت، هنري كافيل. بيتنقل من مكان لمكان في أمريكا، بيشتغل في مهن غريبة، مرة في مركب، مرة في مطعم، مرة في محطة نفطية. بس دايما في حاجة غريبة حواليه، دايما بيعمل حاجة خارقة وبيختفي بعدها. كلارك مش فاهم نفسه، بيحس إنه هو مختلف عن الكل. هو مش زي الناس، عنده قوة خارقة، سمعه حاد، نظره بيشوف كل حاجة حتى الجدران. وفي كل مرة بيحاول يخفي قدراته بس دايما القدر بيفضحه. واحدة من أجمل المشاهد هي لما كان طفل صغير في المدرسة، بيحصل له نوبة بسبب إنه سامع كل الأصوات حوالينه في نفس الوقت ومش قادر يسيطر على نظره اللي بيشوف كل حاجة داخل الجدران. أمه بتدخل عليه الحمام وبتقول له بهدوء، ركز في صوتي يا حبيبي، ركز في قلبي، أنا هنا. وده المشهد اللي بيوريك إن سوبرمان قبل ما يكون بطل هو بني آدم بيحس، بيتألم وبيتوه. في يوم من الأيام بيشتغل كلارك في محطة بالقطب الشمالي، وهناك بيكتشف سفينة فضائية مدفونة في التلج. جواه بيلاقي تكنولوجيا كريبتونية وبيلتقي بالذكاء الاصطناعية بتاع أبوه جور إل. جور إل بيحكي له الحقيقة، أنت آخر ابن الكريبتون، أرسلناك علشان تكون أمل جديد للعالم. ومن هنا بيتغير كلارك تماما، بيتعلم عن تاريخه، بيجرب بدلته الأولى واللحظة اللي بيطير فيها لأول مرة. ياه المشهد ده، مزيكا هانز زيمر شغالة والراجل بيطير لأول مرة كأنه مولود من جديد، مش مجرد طيران، دي لحظة حرية. من هنا بيبدأ يظهر سوبرمان الحقيقي. لكن الهدوء ما بيطولش. الجنرال زود اللي اتسجن في المنطقة الفانتازمية بعد انقلاب كريبتون بيهرب بعد تدمير الكوكب، وبيدور على الكودكس، الجينات اللي بتحتوي على مستقبل الشعب الكريبتوني، واللي جور إل خباه جوه جسم ابنه، يعني جوه سوبرمان نفسه. زود بيوصل للأرض وبيعلن على العالم كله برسالة مرعبة عبر كل الشاشات، أنا الجنرال زود، عندنا بينكم كائن من كوكبنا، سلموه لنا أو استعدوا للعواقب. الناس بتتجنن، الحكومة الأمريكية بتدور على الكائن الفضائي، وكلارك بيقرر يسلم نفسه علشان يحمي البشرية. في مشهد تقيل جدا، زود بيحاول يقنع سوبرمان ينضم له علشان يعيدوا بناء كريبتون على الأرض. بس زود عنده خطة بشعة، هيستخدم جهاز اسمه وورلد انجن علشان يغير جو الأرض يخليها زي كريبتون، وده يعني موت كل البشر. سوبرمان بيرفض، كريبتون كان ليه فرصة بس أنا من الكوكب ده دلوقتي.
ومن هنا بتبدأ الحرب الحقيقية بين الماضي والمستقبل، بين كريبتون والأرض، بين زود وسوبرمان. المعركة اللي بتحصل في متروبوليس من أعنف المعارك في تاريخ أفلام الأبطال الخارقين. مباني بتنهار، شوارع بتتفجر، وسوبرمان بيقاتل بكل قوته علشان يمنع الكارثة. زود عايز يقتل البشر علشان يعيد وطنه، وسوبرمان عايز ينقذهم علشان أخلاقه بقت أرضية مش كريبتونية. في مشهد المواجهة زود بيقول له كل فعل ليه نتيجة. كاليل، قتلت كوكبي، دلوقتي هقتل شعبك. وسوبرمان بيرد عليه بالضربة اللي بتخليه يطير في الهوا كأنه سهم نازل من الجنة. وفي اللحظة اللي بيوصل فيها جهاز وورلد انجن لقمة قوته، سوبرمان بيطير ناحيته وبيكسره بقوة خارقة، بينقذ الكوكب في آخر ثانية. بس الحرب لسه ما خلصتش، زود لسه عايش. المعركة الأخيرة بين زود وسوبرمان في الشوارع هي مشهد ملحمية فعلا. زود بيبقى أقوى وأكتر شراسة، بيطير، بيولع، وبيهدد المدنيين. سوبرمان بيحاول يوقفه بكل الطرق، بس مفيش حل. وفي لحظة صعبة جدا زود بيمسك عيلة وبيهدد يقتلهم بعينه اللي بتطلع ليزر. وساعتها سوبرمان يصرخ لا، ويمسك رطلة زود ويكسرها. اللحظة دي تقيلة، مشهد صادم. الراجل اللي المفروض رمز للأمل اضطر يقتل آخر واحد من جنسه علشان يحمي الناس اللي بيحبهم، وبيصرخ بعدها من الوجع، وجع القرار اللي كان لازم ياخده. العالم بيتغير، الناس بدأت تعرف إن في كائن فضائي عايش وسطهم، بس مش أي كائن، ده المنقذ. كلارك بيرجع يعيش حياة مزدوجة، صحفي في ديلي بلانت في النهار وسوبرمان بالليل. وبيظهر في النهاية وهو بيقابل لويس لين إيمي أدمز في المكتب، واللي عارفة سره وبتبتسم له. أهلا بيك في الفريق مستر كينت، مبسوط إني هنا مس لين. الكاميرا ترفع ووشاحه الأحمر يرفرف في السماء، وهنا نسمع موسيقى هان زيمر بتختم القصة، موسيقى الأمل. مان اوف ستيل مش بس عن سوبرمان اللي بينقذ العالم، لكنه عن الإنسانية اللي جواه، عن شاب غريب حاسس بالوحدة، بيحاول يلاقي مكانه بين البشر. بيسأل نفسه هل الناس دي هتقبلني ولا هتخاف مني؟ وبيقرر رغم كل حاجة إنه يختار الخير. الفيلم ده بيكلمك عن إن القوة مش في العضلات ولا في الطيران، القوة الحقيقية في إنك تختار الصح حتى لو كنت لوحدك. زاك سنايدر قدر يعمل من القصة القديمة دي حاجة جديدة، أكثر واقعية، أكثر إنسانية. مان اوف ستيل فيلم عن البدايات، بداية الأسطورة، بداية الأمل، واللي خلى كلارك كينت يبقى مش مجرد سوبرمان، لكن رمز لفكرة إن الخير ممكن يجي حتى من السماء. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، واستنى الحلقة الجاية اللي فيها مفاجآت أقوى وأغرب من كده بكتير. خليك جاهز لأن اللي جاي هيولع.